الكابتن رضا عبد العال المكشخ المرة دي مش كنغولي بيقول ان الترجي ليه ضربة جزاء. ويا ترى يا كابتن رضا عبد العال المرة دي المخرجين هم السبب بعد ما جبنا مخرجين اجانب ولا ايه السبب بالظبط؟ هنسمع مع بعض الكابتن رضا عبد العال وبعدين هنرجع نرد عليه رد ناري على الكلام اللي قاله. اسمع معايا كده. قول يا كابتن رضا حبيبي انت عايزين برضه تتوضوا ان انتوا عملتوا. ما كان في ضربة جزاء بقى، ما تخليناش نتنرفز. انا ضربة جزاء انهي واحدة؟ بتاعت امام عاشور اللي جت في ايده. لا دي انا ما اتكلمش في التحكيم فيها الحقيقه، التحكيم هو اللي لازم يخش. والله لان فعلا صعبه، مش يعني صعبه. اضحك يعني هي صعبه والله. اتكلم انت لحسن. اتكلم ايه؟ ما تتحسبش يا كابتن. ليه ما تتحسبش؟ لا ما تتحسبش. ليه؟ مش ضربة جزاء. ليه جت دماغه؟ يا كابتن ما هو في دي وجهات نظر في القانون ان انت النهارده مفيش حاجه اسمها لا يا كابتن مش متعمد. لا مش متعمد، الكرة هو الراجل الكرة بتطلع مش متعمد. الراجل اللي ضرب مروان عطيه اللي هو بتاع لاعب الترجي اللي في نص الملعب. هي دي الخطأين بتوع الفار، ضربة الجزاء والطرد. ايوه ما نفس الفار يا كابتن كان في ماتش الزمالك ما رجعش للفار بتاع الكوره بتاع زياد كمال. ما فيهاش حاجه. لا ازاي يا كابتن ما رجعش ليه المخرج ولا اللي بتاع الفار؟ ما فيهاش حاجه. ما نفس لا ما انت لما اتعادت مره واثنين وعشرة على السوشيال ميديا اللي عمل الهيصه دي كلها جماهير الاهلي، وبكره هتسمع الهيصه دي على ضربه جزاء بتاعت امام عاشور اللي جت في ايده بقى. ايوه ماشي، بس انما الثاني رمى نفسه قبل ما الراجل يلمسه. بس هم بقى ايه بيقعدوا يظبطوا عشان يقول لك ده لمس، ده ما اعرفش، ويقرب هنا ويقرب هنا. طيب ما يبقى العداله تبقى موجوده على اي حد يا كابتن. يا عم لو فيها انا اقسم بالله هطلع اقول لك ضربه جزاء. يعني انت عايز تقول لي لو الكره دي ضربه جزاء اللي هي جت في ايد امام عاشور، هل الفار ما كانش هيرجعه؟ ده ما الفار ما رجعوش. طيب ما رجعوش. ما انا بقول لك لكن ما هي الفار مش المخرج. الفار لا الفار انا ماليش دعوه بالمخرج، انا ما بزيدش. لا ما انا بقول لك لا ما خلي بالك طيب. ما النهارده المخرجين مين؟ ايوه المخرجين مين؟ من ايه؟ من اسبانيا. يعني كلامنا طلع صح، لو كلامنا مش صح. لا ده بالعكس، ده ما احنا قلنا الفار. ايوه دي ميزه، ده ما دي ميزه. لا انا قصدي اقول لك ان كلامنا بيسمع. ايوه ماشي، كلامنا مؤثر. طب ما هو التلفزيون يا كابتن ملوش يعني انا شايف ان البث التلفزيوني يا فاروق ملوش دعوه بالفار. يا فاروق يا فاروق استنى يا فاروق، انا عايز اسالك سؤال بس. البث التلفزيوني ليه دعوه بالفار؟ انت ليك في الكلام ده؟ لا المفروض يرجع. يعني مين اللي الكوره بتتعاد مره واثنين وثلاثه؟ مين اللي بيقول له اعمل لي دي؟ مين اللي بيقول له؟ الفار بيقول له هات لي دي وهات لي دي وهات لي دي. طب يعني هو الفار مش الزاويه دي مش الزاويه دي. يبقى الفار لو كان شايفها ضربه جزاء كان هيرجع فيها يا كابتن، كان هيقول لك اعيدها. بالله عليك يا اخي اعمل لايك للفيديو ده وشاره في كل حته، لاني هقول لك كلمتين مهمين ردا على الكابتن رضا عبد العال المكشخ. المره دي المكشخ مش كنغولي، المره دي المكشخ. هل في ركله جزاء؟ لا يوجد ركله جزاء على الاطلاق. والمره دي يا كابتن رضا المخرجين اللي انت عمال وجع دماغنا بيهم اهم اجانب وبيعيدوا الكوره مليون مره. وكان في كوره طرد لمروان عطيه وما خدش برضك فيها الطرد اللاعب بتاع الترجي. يعني انا عايز افهم يا كابتن رضا، انت بتقول ان كلامك مؤثر وفعلا غيروا المخرجين. ما هم غيروا المخرجين عشان خاطر الماتش بتاع الزمالك، مش عشان خاطر ماتش الاهلي، عشان خاطر الماتش بتاع الزمالك. فركز بس يا كابتن رضا. واتفرجت يا كابتن رضا على التنظيم، اتفرجت على جمال وفوز النادي الاهلي بال12 واللي احنا بنطالب النهارده بال13. احنا كسبنا فخلاص انسى يا ابني، احتفلنا ساعه 2 ما بنديش للاحتفال حقه عشان بنفكر في اللي جاي. اعرف بقى يا كابتن رضا يا مكشخ ان النادي الاهلي طول عمره قادم، والنادي الاهلي ده بتاع بطولات مش بتاع مؤامرة وحكام وفار ومخرجين ونقعد نضلل في الناس ونقعد نخبط في ده ونقعد ما جبناش العيب على الفار، نقول عندنا مشاكل، نقول عندنا ازمات، نقول عندنا مش عارف ايه. يا ريت تدي الجمهور المعلومة الصحيحة، يا ريت لما تطلع على الشاشة تفيد الناس، ما تقولش وتخبط في اي حاجة وتطلع تقول ده انا بقول الحقيقة، ده انا ما بضللش، ده انا وانا والحديد انتنا. عيب يا كابتن رضا. اعمل لايك وشير للفيديو ده بالصحاب، لان الكلام اللي انا بقوله لك ده والله العظيم مهم جدا يوصل لناس كتير. لان الكابتن رضا عبد العال دايما بيطلع عكس الموجة عشان خاطر يطلع ترند، عشان الناس تشوفه، عشان يبقى معروف على الواجهة او على الساحة الرياضية. لايك وشير للفيديو ده بالصحاب حبايب قلبي.